السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أولى إعدادي؟ أنا مس سارة وجاية النهاردة أراجع لك على منهج الفرنساوي عشان امتحان نصف الترم. في بداية الفيديو حابة أطمنك وأقول لك إن أنت إن شاء الله بعد الفيديو ده هتبقى قادر تحل أي امتحان فرنساوي لأولى إعدادي وكمان تقفله. حتى يا مس لو مش بذاكر فرنساوي من أول الترم، حتى لو مش بتذاكر فرنساوي من أول الترم، طب حتى لو ما باخدش درس، كمان لو ما بتاخدش درس، أنا طمنتك خالص أهو. يلا بقى نسمي الله ونبدأ مع بعض المراجعة. اللي متابعني منكم من أول الترم عارف إن أي فيديو مراجعة بنقسمه لجزئين. الجزء الأول ده بيبقى خاص بالشرح والجزء التاني خاص بالأسئلة والتمارين. في العادي الجزئين بيبقوا في فيديو واحد، لكن النهاردة هنعملهم في فيديوهين عشان الفيديو ما يبقاش كبير عليك. طب احنا النهاردة هنراجع من ايه؟ كتاب لافي منزل لنا PDF خاص بالمراجعة. الجزء الأول منه شرح والجزء التاني منه خاص بالتمارين والأسئلة، ده اللي هنشتغل منه النهاردة. طب انت هتجيبه منين؟ هسيب لك اللينك بتاعه على جروب التليجرام. وبدئ لي أول حاجة بكلمات موديل كلمات الوحدة الأولى. ركز معايا في الكلمات هنا لأن مش كل الكلمات أنا هحفظها، هختار لك حاجات معينة بس اللي تحفظها. أول حاجة جايب لي السالوتاسيون، التحيات. أنا مطلوب مني في الوحدة الأولى أتعلم حاجتين، أتعلم إزاي أحيي وإزاي أستأذن بالانصراف. يعني إيه أحيي؟ يعني ألقي التحية، أقول لك صباح الخير، مساء الخير، هاي، ده مطلوب مني. تاني نقطة إزاي أستأذن بالانصراف. أنا موجودة في مكان وعايزة أمشي، هقول للناس دي إيه؟ أقول لهم باي باي، مع السلامة، إلى اللقاء. بقول ده إزاي بقى بالفرنساوي؟ نبدأ أول حاجة بالتحيات، 3 تحيات بس اللي هتحفظهم: صباح الخير ومساء الخير ومرحبا. نبدأ أول حاجة بصباح الخير. صباح الخير يعني بونجور. بونجور امتى أقولها؟ هقولها في فترة الصباح. فترة الصباح اسمها لوماتا. طب مساء الخير بونسوار. بونسوار هقولها امتى؟ هقولها في فترة المساء. فترة المساء يعني لوسوار. لوسوار. يبقى أنا بقول في اللوماتا بونجور واللوسوار بونسوار. ايه كمان يا مس؟ عندي كلمة صلي. صلي اللي هي آخر كلمة. صلي بمعنى ايه؟ بمعنى أهلا أو مرحبا، وبتنفع بمعنى هاي أو باي. يعني أنا لو داخل على صحابي أقول لهم صلي، لو أنا سايبهم وماشي أقول لهم برضو صلي. يبقى أنا عندي 3 تحيات: بونجور، بونسوار، صلي. بس عايزاك تاخد بالك من حاجة، التحية صلي دي ما ينفعش أقولها لشخص كبير. يعني ما ينفعش أقول للمدرس بتاعي صلي، أمال أقولها لمين؟ أقولها لصديقي، لأختي، لأخويا، للناس اللي من سني أو أصدقائي. لكن ما ينفعش أقول لمدرس أو لشخص أكبر مني في السن صلي. أمال أقول له إيه؟ أقول له لو أنا في الصباح أقول له بونجور، لو أنا في فترة المساء أقول له بونسوار. دول التحيات. نيجي بقى للاستئذان بالانصراف. بقول كام حاجة؟ بقول 3 كلمات برضو. ايه هما؟ ابيانتو. ابيانتو أراك قريبا. اوريفوار. اوريفوار مع السلامة. وأقول برضو صلي. ازاي يا مس؟ مش قلت لي صلي بمعنى أهلا أو مرحبا؟ أنا قلت لك صلي بمعنى أهلا أو مرحبا، وينفع نستخدمها بمعنى هاي أو بمعنى باي. يبقى أنا عشان أستأذن بالانصراف أقول لك أبيانتو، أشوفك قريب، اوريفوار إلى اللقاء، صلي. وده أول جدول. نيجي بقى للجدول التاني. الجدول التاني جايب لي فيه فترات اليوم. هحفظه كله يا مس؟ لا، مش هنحفظ غير فترتين بس: فترة الصباح لو متى، وفترة المساء لو سوار. دول بس اللي انت هتحتاجهم. ونيجي للجدول التالت وده فيه الكلمات اللي انا هحتاجها في موديل أول كلمة ولد، جارسون. جارسون. اسم الأب أو اسم اللقب أو اسم العائلة نو. نو. اسم الشخص أو الاسم الأول أبرينو. أبرينو يعني إيه يا مس؟ يعني أنا مثلا اسمي سارة مصطفى، إيه النو بتاعي وإيه البرينو؟ البرينو بتاعي سارة، طب النو مصطفى. تلميذ أنيلاف. أنيلاف. حالة الصحة اللي هي حالتك الصحية اسمها إيه؟ اسمها أنيتا دو سونتي. إيتا دو سونتي. أول ما تشوف كلمة إيتا دو سونتي أعرف إن الشخص ده عايز يسألك عن حالك. نيجي للجنب التاني، عدد نومبر. نومبر. الكلمات اللي قلناها لحد كلمة عدد دي كلها كلمات مذكرة، من أول كلمة أجرسون لحد كلمة نومبر، دي كلمات مفرد مذكر. عرفت منين يا مس إن هي مفرد مذكر؟ مسبوقة بأداة النكرة اللي هي اليو ان. نيجي بقى للكلمات المؤنثة، بتتسبق بإيه؟ بيجي قبلها إيه؟ إون اللي هي يو ان إي، زي
أول كلمة عندي كلمة إن رونكونتر. رونكونتر يعني مقابلة أو لقاء. تلميذة une élève. une élève. بنت une fille. une fille. والجدول الرابع عندي وده جدول الأفعال. ركز معايا في الأفعال عشان هنحتاجها كتير جدا. أول فيرب يحيي saluer. saluer يحيي. يشكر remercier. remercier. يدعى أو يسمى s'appeler. s'appeler. يبقى saluer remercier s'appeler. يعبر عن exprimer. exprimer. يستأذن بالانصراف أو يودع prendre congé. prendre congé ده مهم جدا، اعمل عليه دايرة واكتب جنبه مهم، هيجيلك في الامتحان ان شاء الله. prendre congé يعني يستأذن بالانصراف أو يودع، عايز يقولك أنا ماشي. يعتذر s'excuser. s'excuser. يقول دير. دير. طب عايز يقولك نحن نقول أو نقول on dit. on dit. هقرأ لك الجدول كمان مرة. saluer يحيي. remercier يشكر. يسمى أو يدعى s'appeler. يعبر عن exprimer. يودع أو يستأذن بالانصراف prendre congé. يعتذر s'excuser. يقول دير. نحن نقول أو نقول on dit. نيجي بقى للجدول الرابع. أول كلمة عندي شكرا merci. merci. امتى استخدم كلمة merci؟ لما يقول لي pour remercier لكي تشكر. عندي عفوا دوريا. دوريا. امتى استخدم كلمة دوريا؟ حد قال لك ميرسي شكرا، انت هتقول له ايه؟ العفو. دوريا. تاني يبقى انا كلمة ميرسي بستخدمها لكي اشكر. لكي اشكر دي اسمها ايه؟ pour remercier. طب حد قال لي شكرا هقول له ايه؟ هقول له العفو. العفو يعني دوريا. اسف désolé. désolé. معذرة باردون. باردون. دول كلمتين للاعتذار، امتى استخدمهم؟ لو قال لي بور سكسكيوزي لكي تعتذر، هتقول له ايه؟ اقول له ديزولي وباردون. طب انت اعتذرت للشخص اللي قدامك، هيقول لك ايه؟ مفيش مشكلة او ما يهمكش. مفيش مشكلة او ما يهمكش اسمها ايه؟ اسمها باجراف. باجراف. وانت اتوا. اتوا. لكي بور. بور اسمها لكي او عشان، اللي احنا بنقول عليها باللغة العامية عشان. دي بيجي بعديها دايما الفعل في المصدر. و اللي هي بتساوي and في الانجليزي اسمها a. التي مش منطوقة. a. a. شخص ما كلكا. كلكا. هنطق لك الجنب ده كمان مرة. يبقى ميرسي دوريا désolé pardon باجراف اتوا pour et quelqu'un. نيجي للجنب التاني. أول كلمة عندي كلمة السيد monsieur. monsieur. آنسة mademoiselle. mademoiselle. السيدة مدام. مدام. يبقى أنا عندي monsieur mademoiselle مدام. لو سمحت s'il vous plaît. s'il vous plaît. ولو سمحت برضو s'il te plaît. s'il te plaît. ايه الفرق بينهم يا مس؟ لو سمحت اللي هي سيلفو بلي دي بستخدمها مع الناس الأكبر مني في السن، لكن سيلتو بلي بستخدمها مع أصحابي أو الناس اللي من سني. أنا موا. موا. أنا أيضا موا أوسي. موا أوسي اللي هي أنا كمان وأنا كمان يعني. بخير أو أنا بخير سافابيا. سافابيا. أنا لست بخير سافا مال. سافا مال. طب إمتى بستخدم دول يا مس؟ لما حد يقول لي كومو سافا. كومو سافا كيف حالك؟ أو لما يقول لي سافا أنت كويس أو أنت بخير، أرد عليه إيه؟ أقول له سافا بيا أنا كويس أو سافا مال أنا مش كويس. وجايب لك هنا جدول بيعيد لك الحتة اللي أنا شرحتها فوق. بيقول لي إيه؟ بور سالوي كيلكا لكي تحيي شخص ما. عشان تحيي شخص هتقول له إيه؟ أقول له بونجور صباح الخير. بونسوار مساء الخير. صلي أهلا أو مرحبا. الجنب التاني بيقول لي بور بروندر كونجيدو كيلكا لكي تستأذن بالانصراف من شخص ما. عشان تودع شخص هتقول له ايه؟ خد بالك. خد بالك من التعبير بروندر كونجيدو، دايما بتنسوا انه معناه يستأذن بالانصراف.
هتقول ايه بقى؟ هقول اوريفوار، مع السلامة. اقول ايه كمان؟ ابيانتو، او اقول صلي. طب بون نوي وبون جورني دول مش بيجوا كتير، ركز على اللي بيجي دايما في الامتحانات، اما يجيلي اوريفوار او ابيانتو اللي قلناها فوق، او صلي. مفيش مانع ان انت تقرأ الاتنين الباقيين، بون جورني وبون نوي. ونيجي بقى لكلمات موديل دو، كلمات الوحدة التانية. الوحدة التانية عندي بتتكلم عن الجنسيات. عنوانها ايه؟ عنوانها جو سويز جيبسيا اتوا، انا مصري وانت. فجايب لي اول جدول الناسيوناليتي، الجنسيات. عندي كلمة جنسية اسمها اون ناسيوناليتي. اول جنسية معايا مصري، ايجيبسيا، ايجيبسيا. جايب لي جنبها بين قوسين ان اي. يعني ايه ان اي دي يا مثلا؟ لو انا عايزه اقول انا مصريه اقول ايجيبسيان، هضيف لها ان او. برازيلي، برازيليا، برازيليا. طب برازيليه هتحط لها ان او، هتبقى برازيليان. تونسي، تونيزيا، تونيزيا، تونسيه، تونيزيان، هنحط لها كمان ان او. مغربي، ماروكا، ماروكا. طب عايزه اقول مغربيه، هحط لها حرف الاو بس، هتبقى ماروكان، مغربيه. امريكي، امريكا، امريكا. طب امريكيه، هحط لها كمان حرف الاو، هتبقى امريكان. فرنسي، فرنسي، فرنسيه، فرونساز، زودنا او. انجليزي، انجلي، انجليزيه، انجلاز، زودنا حرف الاو. سوداني، سوداني، سودانية، سودانيز. اسباني، اسبانيول، اسبانيول. عايزة انسها واخليها اسبانية، اسبانيول، هحط لها حرف الاو بس النطق مش هيتغير. جزائري، الجيريا، الجيريا، مؤنثها الجيريان، هنضيف لها ان او. هو كاتب لك هنا هنضيف او بس، لا، بنضيف ان او. صيني، شينوا، شينوا. عايزة اقول صينية، شينواز، شينواز، بنحط لها حرف الاو. ألماني، ألمو، ألمو، مؤنثة ألمانية، الموند، الموند، بنحط لها حرف الاو. لبناني، 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 مؤنثة لبنانية، لبناز، لبناز، بنحط لها حرف الاو. طب إيطالي، إيطاليا، إيطاليا، مؤنثها إيطاليان، إيطاليان، إيطالية، بنضيف لها إن أو. نيجي للجدول التاني وده كلمات الوحدة. أول كلمة عندي كلمة عمر أو سن. أنا عندي كلمة عمر في الإنجليزي اسمها إيه؟ age. عندنا نفس الكتابة بس النطق بس اللي مختلف، اسمها أناج، أناج. زميل أو صديق أو صاحب، أكوبا، أكوبا. صديق، أنامي، أنامي. جواز سفر، باسبور، باسبور. الأربع كلمات دول مذكر. عرفت منين المذكر يا مس؟ قلنا مسبوقين بأداة النكرة أ. نيجي بقى للكلمات المؤنثة. أول كلمة عندي كلمة مدينة، une ville، une ville. شارع، une rue، rue. هقول لك الجنب ده تاني. أناج، عمر، أكوبا، زميل، أنامي، صديق، باسبور، جواز سفر، une ville، مدينة، une rue، شارع. نيجي للجنب التاني. استمارة هوية، اللي هي استمارة تحقيق الشخصية، اللي هي بياناتك، يعني استمارة فيها بياناتك. une fiche d'identité، fiche d'identité. زميلة، كان عندك هناك زميل كان اسمها ايه؟ أكوبا، زميلة، une copine، une copine. صديقة، كان عندي في الجنب اللي هناك صديق، كان اسم صديق ايه؟ أنامي، لكن صديقة une amie، une amie. أنست الأداة وكمان ضفت لكلمة أمي حرف الأو. عنوان، une adresse، une adresse. كلمة أدرس مؤنثة مش مذكرة. شخص، une personne، personne. جنسية، une nationalité، nationalité. ننزل على جدول الأفعال، وأول فيرب عندي يقدم شخص، présenter، présenter. طب يقدم نفسه، سو بريزونتي، سو بريزونتي. ايه الفرق بين الاتنين؟ انا عندي فيرب اسمه بريزونتي، ده معناها يقدم حد.
أقدم صديقي، أقدم بابايا، أقدم مامتي، أقدم أخويا، أختي، أي حد. لكن سو بريزونتي ده يقدم نفسه، بقول أنا اسمي كذا، أنا عمري كذا، أنا عندي كذا. يبقى بريزونتي سو بريزونتي. عندي غائب وحاضر. غائب يعني être absent. être absent. طب لو بنت اللي غايبة être absente. absente. حاضر موجود، ده طبعا بيتكلم عن الغياب في المدرسة. الشخص ده غايب والشخص ده حاضر. حاضر يعني être présent. présent. طب حاضرة présente. présente. بنحط لها حرف الأو. يعطي donner. donner. يملك أو لديه أو عنده. فيرب الملكية اللي هو بيساوي have في الإنجليزي اسمه إيه بقى؟ avoir. avoir. وده من أهم الأفعال اللي عندك في الفرنساوي. يتهجى épeler. épeler اللي هو السبيلينج. يكون être. être. ده تاني فعل من أهم الأفعال اللي عندك في الفرنساوي. أنا عندي فعلين مهمين جدا في الفرنساوي. فيرب avoir بمعنى يملك أو لديه أو عنده، وده بنسميه فعل الملكية. فيرب être بمعنى يكون، وده فعل الكينونة اللي هو بيساوي في الإنجليزي verb to be اللي هو am و is و are والكلام ده. فده يعتبر من أهم برضو الأفعال اللي موجودة عندي في الفرنساوي. لأ يعني no. no مش none. لأ no لأن التانية مش منطوقة. نعم oui. oui. ونيجي بقى لكلمات موديل تروا. أنا عندي موديل تروا بعنوان إيه؟ جابيت الأقصر. أنا بسكن في مدينة الأقصر. أول جدول عندي وده جدول المهن. مهن يعني بروفيسيون. عندي كلمة مهنة اسمها إن بروفيسيون. إن بروفيسيون كلمة مفرد مؤنث. أول مهنة عندي سكرتير. 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 مصفف شعر. كوافير. كوافير. دكتور. دكتور. دكتور أو ممكن أقول ميدسان. شيف. 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 يبقى سكرتير، كوافير، دكتور أو ميدسان، وشيف. الجنب التاني عندي طالب في المرحلة الإعدادية. طالب إعدادي اسمه كوليجيا. كوليجيا. طب لو عايزة أقول طالبة في المرحلة الإعدادية اسمها إيه؟ اسمها une collégienne. une collégienne. ميكانيكي. mécanicien. mécanicien. جرسون. جرسون دو كافيه. جرسون دو كافيه. يبقى أنا عندي طالب في المرحلة الإعدادية كوليجيا. طب طالبة une collégienne. ميكانيكي mécanicien. جرسون جرسون دو كافيه. وبعد كده جايب لي جدولين، جدول الكلمات المذكرة وجدول الكلمات المؤنثة. نبدأ أول حاجة بجدول الكلمات المذكرة. تليفون. 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 مهنة. ميتيي. ميتيي. أنا عندي كلمتين بمعنى مهنة. إن بروفيسيون ودي مؤنثة، وميتيي ودي مذكرة. شهر. موا. موا. مكان. ليون. ليون. يبقى تليفون. تليفون. مهنة. ميتيي. شهر. موا. مكان. ليو. نيجي للجنب التاني. عام. أنو. أنو. طالب جامعي. جامعي. étudiant. étudiant. عيد ميلاد. un anniversaire. un anniversaire. هدية. cadeau. cadeau. يبقى عام. أنو. طالب جامعي. un étudiant. عيد ميلاد. un anniversaire. هدية. cadeau. نيجي بقى لجدول الكلمات المؤنثة. أول كلمة عندي تلفزيون. إن تلفزيون. إن تلفزيون. سنة. إن année. إن année. شمعة. إن بوجي. إن بوجي. مدينة. إن فيل. إن فيل. تاريخ الميلاد. لا دات دو نيسانس. إن دات دو نيسانس. طالبة جامعية. إن étudiante. إن étudiante. هقولك كمان مرة. تلفزيون. إن تلفزيون. سنة. إن année. شمعة. إن بوجي. مدينة. إن فيل. تاريخ ميلاد. إن دات دو نيسانس. طالبة جامعية. إن étudiante. وبعد كده جايب لي جدول خاص بشهور السنة.
هي شهور السنة دي أنا هحتاجها في إيه يا مس؟ هتحتاجها وأنت بتتكلم عن تاريخ ميلادك. احنا لسه قايلين كلمة شهر يعني ايه؟ موا، طب وسنة إنني. يبقى شهور السنة على بعضيها اسمها لموا دولني. لموا دولني. يلا نقول شهور السنة مع بعض. أول حاجة شهر يناير اللي هو أول شهر، جونفيي. جونفيي. فبراير وهو شهر 2، فevrier. فevrier. مارس اللي هو شهر 3، مارس. مارس. طب ابريل اللي هو 4، افريل. افريل. طب مايو شهر 5، مي. مي. يونيو، جويا. جويا. طب يوليو اللي هو 7، جويي. جويي. أغسطس اللي هو 8، أوت. أوت. سبتمبر اللي هو شهر 9، سبتمبر. سبتمبر. طب أكتوبر 10، أكتوبر. أكتوبر. نوفمبر 11، نوفمبر. نوفمبر. طب ديسمبر 12، ديسمبر. ديسمبر. وبعد كده جايب لي جدول صغير فيه أفعال وتعبيرات مهمة هنحتاجها دلوقتي. أول فعل فيرب يسكن، أبيتي. أبيتي يسكن. ده بستخدمه في إيه؟ بستخدمه في الحديث عن السكن عشان أتكلم عن سكني. تاني فيرب ترافيي. ترافيي. ترافيي يعني يعمل، يشتغل، بس ده بيجي بعده مكان العمل، المكان اللي أنا بشتغل فيه. تالت فيرب وده فيرب ديموندي. ديموندي يعني يطلب أو يسأل. فيرب فار بمعنى يعمل أو يفعل أو يمارس. يولد ده تعبير على بعضه بيساوي was born في الإنجليزي. اسمه إيه؟ اترني. اترني. طب حاطط لي في حرف الإي بين قوسين ليه يا مس؟ لو بنت اللي بتتكلم بنخليها ني، بنزود لها حرف الإي. طب لو ولد بنسيبها زي ما هي إن إي. لو بنت بنحط لها كمان إي. أنا أريد جوفو. جوفو. لسه من شوية كنت بقولك إن أنا بستخدم شهور السنة في الحديث عن تاريخ الميلاد، فجاء دلوقتي عايز يقولك إزاي تقول تاريخ ميلادك بالفرنساوي. هتقولها إزاي؟ أول حاجة لازم تبقى حافظ شهور السنة. تاني حاجة شهور السنة دي بيجي معاها حرف جر. ايه حرف الجر اللي بيجي مع شهور السنة؟ حرف الجر اون اللي انت بتقول عليه اون. والسنوات برضو بتاخد حرف الجر اون. يبقى انا عندي الشهور والسنوات بياخدوا لي حرف الجر اون. ده لو انا مثلا هقول انا اتولدت بشهر مارس، او انا اتولدت في سنة 2008. طب لو انا عايزة اقول انا اتولدت في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، هقول ايه بقى؟ في الحالة دي بنقول لو زائد اليوم زائد الشهر. لو اليوم الشهر. تعالى ما نشوف هو كاتب لي ايه في الكتاب. اول حاجه احنا لسه واخدين حالا تعبير اسمه اتريني. بمعنى ايه؟ بمعنى ولد. قلنا لو ولد بيتكلم بنسيبها ان اي. طب لو بنت بتتكلم بنحط لها كمان حرف الاو. لو انت هتقول الشهر اللي انت اتولدت فيه بس هتحط حرف الجر اون زائد اسم الشهر. طب لو انا عايزه اقول السنه اللي انا اتولدت فيها هتحط التعبير اتريني زائد حرف الجر اون زائد السنة. طب لو انا عايزة اقول اليوم والشهر والسنة هتعمل ايه؟ هحط التعبير اتريني واحط بعده أداة المعرفة لو زائد اليوم اللي هو رقم اليوم زائد الشهر. سطبها معاك في دماغك كده. لو اليوم الشهر. لو اليوم الشهر من غير حروف جر. ايوه من غير حروف جر. تعال اما نشوف الامثله. زي جوسويني اون افريل. انا اتولدت في شهر افريل. افريل هنا خد حرف الجر ايه؟ حرف الجر اون. إليني هو اتولد اون 2015. هو اتولد في 2015. انا عندي 2015 دي سنة خدت لي حرف الجر ايه؟ اون. طب تعالى للمثال التالت. قال هنا ال المؤنثة اهي. إليه هي اتولدت ني. زود لي ني ايه؟ زود لها كمان حرف الاو اللي هو حرف الاي. هي اتولدت لو 5 مارس يوم 5 مارس. ده هنا محطليش حروف جر يا مس. انا اتفقت معاك لما نجيب سيرة اليوم او نذكر اليوم ما بنحطش حروف جر، بنقول لو زائد اليوم زائد الشهر. طب في حاجة يا مس انا مش فاهمها هنا. ايه هي؟ انت قلتيلي التعبير اسمه اتريني. ايوه قلت لك كده. انت كاتبالي في الامثله مش جايبالي سيره اتر خالص، انت حاطالي ايه اللي هي ايه الستين. فين اتر بقى؟ ما ينفعش استخدم فيرب اتر زي ما هو في المصدر، لازم اصرفه. لو انت متابع معايا من اول الترم يبقى حافظ تصريف فيرب اتر.
طب لو مش متابع تصريف فيرب اتر هناخده كمان شوية، ما تقلقش يعني. جايب لي ملحوظة كمان، بيقول لي عند استخدام رقم ده اللي هو ايه؟ 1 للتعبير عن تاريخ الميلاد. عايزة اقول انا مولودة مثلا في 1/1 او 1/5، اي حاجة، 1 من اي شهر. هتقولها ازاي؟ ما بنقولش امال بنقول ايه؟ لو بريمير. يعني ايه لو بريمير يا مس؟ يعني الاول، انا مولودة في اليوم الاول من الشهر، زي ذا فيرست كده في الانجليزي. بستخدم ايه؟ ما بستخدمش بستخدم لو بريمير. فأقول جو سوي ني، أنا اتولدت لو بريمير جويا، أنا اتولدت في الأول من يونيو. أو إلي ني، هي اتولدت لو بريمير أكتوبر، اتولدت في الأول من أكتوبر. أقول لك اللي قلناه دلوقتي كله تاني. بص يا سيدي، أنا عندي تعبير اسمه اتريني، يعني يولد. هنا فيرب اتر مش بستخدمه زي ما هو في المصدر، بيتصرف، تصريفه هناخده كمان شوية. أنا عندي كلمة ني، لو ولد اللي بيتكلم بتفضل زي ما هي، طب لو بنت بنحط لها حرف الأو. طب ده التعبير اتريني، أنا عايزة أقول إن أنا اتولدت في شهر كذا، الشهور كلها تأخذ حرف الجر أون. طب لو عايزة أقول أنا اتولدت في سنة كذا، السنوات كلها تأخذ حرف الجر أون. طب لو أنا عايزة أقول أنا اتولدت في يوم كذا من شهر كذا، طالما ذكرت اليوم ما ينفعش تحط حرف جر، أمال هتحط إيه؟ هقول لو اليوم الشهر، لو زائد اليوم زائد الشهر. طب لو انا عايزه اقول انا اتولدت في اليوم الاول من الشهر، ما تقولش امال هتقول ايه؟ لو بريمير، لو بريمير الاول. نبدا بقى في القواعد في الجرامير. اول حاجه عندي لو برونو دو سوجي، ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل، ايه هي ضمائر الفاعل يا مس؟ دي ضمائر تنوب عن الفاعل. يعني تنوب عن الفاعل يعني تحل محله. زي ايه دي عندي في الانجليزي؟ زي الهي والشي والات والوي والزي واليو. عندي بقى في الفرنساوي 8 ضمائر، يلا ننطق مع بعض. أول ضمير جو، جو أنا. tu، tu أنت أو أنتي. il هو. elle هي، يبقى جو أنا، tu أنت أو أنتي، il هو، elle هي. الجنب ده بنسميه ضمائر المفرد. نيجي للجنب التاني، نو نحن، نو حرف الاس مش منطوق، نو نحن. vous أنتم أو أنتن أو حضرتك، vous أنتم أو أنتن أو حضرتك. il avec s هم، elle avec s هن. يبقى nous نحن، vous أنتم أو أنتن أو حضرتك. il avec s هم، elle avec s هن، وده بنسميه ضمائر الجمع. يبقى أنا عندي 8 ضمائر للفاعل: جو، tu، il، elle، nous، vous، il avec s و elle avec s. طب هما دول مهمين يا مس احفظهم ولا لأ؟ طبعا مهمين في غاية الأهمية. هل عندك جملة في الإنجليزي خالية من ضمائر الفاعل من الهي والشي والآت والكلام ده؟ طبعا لأ، برضو دول نفس أهمية ضمائر الفاعل في الإنجليزي، مفيش جملة بتخلى منه. كده قلنا أول حاجة ضمائر الفاعل. تاني حاجة بقى إيه؟ أفعال المجموعة الأولى، وكيف نصرف أفعال المجموعة الأولى في زمن المضارع أو زمن الحاضر. أول حاجة يعني إيه أفعال المجموعة الأولى يا مس؟ بص يا سيدي، أنا عندي الأفعال في الفرنساوي بتتقسم ل3 مجموعات: أفعال مجموعة أولى، أفعال مجموعة تانية، أفعال مجموعة تالتة. خليك معايا دلوقتي في أفعال المجموعة الأولى. أنت بتعرف منين إن الفعل ده مجموعة أولى؟ من النهاية بتاعته. فعل المجموعة الأولى بينتهي بالأو ار، أو ار اللي احنا بنقول عليها في الإنجليزي اي ار. طب ازاي بصرفه في زمن الحاضر او زمن المضارع؟ عندك خطوتين بس. الخطوة الاولى ان انت بتحذف النهاية اللي هي الاو ار، بتشيلها. الخطوة التانية ان انت بتضيف نهايات جديدة. ايه النهايات دي؟ هنطقلك النهايات بالانجليزي عشان ما تتلخبطش. مع الضمير جو بنحط النهاية اي، مع التو بنحط اي اس، مع الايل والال اي، مع النو او ان اس، مع الفو اي زد، مع الاي لافيك اس والاي لافيك اس اي ان تي. مرة كمان بنحذف الاو ار ونضيف نهايات. ايه النهايات اللي بنضيفها؟ مع الجو اي، مع التو اي اس، مع الايل والال اي، مع النو
او ان اس، مع الفو اي زد، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس اي ان تي. وجايب لي هنا مثال لفعل مجموعة أولى بيوريني ازاي اصرفه. جايب لي فيرب ايه؟ فيرب ترافايي، يعني يعمل. بص معايا كده على الفعل. انا عشان اعرف ان الفعل مجموعة أولى بعرف منين؟ من النهاية. نهايته ايه؟ او ار. الفعل هنا عندي بينتهي بايه؟ بينتهي بالاو ار. طب عشان اصرفه هعمل ايه؟ احذف اول حاجة الاو ار. حذفتها يا مس. اكتب الضمائر بتاعتك. جو، tu, il, elle, nous, vous, il avec s و elle avec s. هنكتب الفعل من غير النهاية، من غير الاو ار. هنكتب لحد حرف ايه؟ لحد حرف الال. ماشي، هنكتب مع كل الضمائر لحد حرف الال. نيجي بقى نضيف النهايات. قلنا النهاية مع الجو ايه؟ اي، مع التي اي اس، مع الايل والال اي، مع النو او ان اس، مع الفو اي زد، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس اي ان تي. وجايب لي هنا جدول فيه الأفعال ذو الضميرين وأفعال المجموعة التالتة. تعالى الأول نشوف الأفعال ذو الضميرين. يعني ايه فعل ذو ضميرين؟ فعل ذو الضميرين هو الفعل المسبوق بالسو اس اي أو اس أبوستروف. فعل جاي في بدايته اس اي أو اس أبوستروف، وغالبا بيبقى فعل مجموعة أولى. ده بصرفه ازاي؟ هو بيتصرف زي فعل المجموعة الأولى عادي خالص، مفيش مشكلة. لكن الفكرة ان السو اللي هي الاس اي دي ليها تصريف. تصريفها ايه؟ تصريفها مع الجو مو ام اي، مع التو تو تي اي، مع الايل والال سو اس اي، مع النو كمان نو، مع الفو كمان فو، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس سو اس اي. تاني، انا عندي فعل اسمه الفعل ذو الضميرين. فعل ذو الضميرين ده الفعل اللي جاي قبله اس اي او اس ابوستروف، زي الفيربين اللي قدامك دول. الفيرب الاولاني اللي هو فيرب سابلي، يدعى او يسمى، جاي قبله اس ابوستروف. الفيرب التاني فيرب سو بريزونتي، يقدم نفسه، جاي جاب قبله اس اي. هصرفهم ازاي؟ نبدا الاول بفيرب سو بريزونتي، مش بسابلي، لا، هنبدا بالفيرب التاني. فيرب سو بريزونتي نهايته دي عرفتك ان مجموعة كام؟ مجموعة اولى بينتهي بالاو ار. طب تمام. الاس اي دي عرفتك ايه؟ ان هو ذو ضميرين. هنكتب الضمائر الاول. جو، tu, il, elle, nous, vous, il avec s و elle avec s. تعالى بقى نبدأ بالتصريف. هنصرف اول حاجة السو اللي هي الاس اي. تصريفها ايه؟ مع الجو ام اي، مع التو تي اي، مع الايل والال اس اي، مع النو نو كمان نو يعني، مع الفو كمان فو، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس سو اللي هي اس اي. نيجي بقى لبريزونتي، بتنتهي بايه؟ بالاو ار. هنحذف الاو ار ونكتب لحد حرف ايه؟ حرف التي مع كل الضمائر، وبعدين نضيف النهايات. النهاية مع الجو او، مع التو او اس، مع الايل والال او، مع النو او ان اس، مع الفو او زاد، مع الإيلافيك اس والإلافيك اس او ان تي. فبقى الفيرب عندي جو مو بريزونت، انا بقدم نفسي. tu te présentes، انت بتقدم نفسك. il se présente، هو بيقدم نفسه. elle se présente، هي بتقدم نفسها. nous nous présentons، نحن نقدم أنفسنا. vous vous présentez، أنتم تقدمون أنفسكم. il se présente و elle se présente. ده verb se présenter. نيجي للفيرب الأولاني بقى، وده verb s'appeler. بمعنى ايه؟ بمعنى يدعى أو يسمى. بستخدمه عشان أتكلم بيه عن اسمي. فيرب سابلي بينتهي بايه؟ بالاو ار، يبقى مجموعة كام؟ اولى. بيبدأ بالاس ابوستروف، يبقى فعل ايه؟ فعل ذو ضميرين. اول حاجة تعالى ما نكتب الضمائر. كتبنا الضمائر بتاعتنا. نيجي للاس ابوستروف، هنصرفها ازاي؟ بص يا سيدي، الاس اي كان تصريفها ام اي تي اي اس اي، لكن اس ابوستروف علشان عندي الفيرب بيبدأ بحرف متحرك فهيبقى كل حاجة ابوستروف. مع الجو ام ابوستروف، مع التي تي ابوستروف، مع الايل والال اس ابوستروف، مع النو نو زي ما هي، لان النو ما فيهاش متحرك، مش بتنتهي بمتحرك، بتنتهي بحرف الاس. مع الفو فو زي ما هي. اما مع الإيلافيك اس والإلافيك اس اس ابوستروف. نيجي للفعل نفسه. الفعل نفسه بينتهي بالاو ار، هحذف الاو ار.
اكتب لحد حرف ايه؟ لحد حرف ال. طيب ماشي، اضيف النهايات. النهاية مع الجو او، مع التي او اس، مع الايل والال او، مع النو او ان اس، مع الفو او زاد، مع الايل افيك اس والال افيك اس او ان تي. طب لو بصيت للفعل هتلاقي فيه حاجة مختلفة. ايه هي؟ الفيرب وهو في المصدر فيه ال واحدة، لكن في التصريف فيه 2 ال. ايه بقى ده يا مس؟ بص يا سيدي، فيرب سابلي بينتهي بالاو ال او ار. الافعال دي عندي في الفرنساوي اللي بتنتهي بالاو ال او ار عند التصريف في زمن المضارع بعمل ايه؟ بضاعف حرف ال. يعني ايه؟ بخليه 2 ال مش ال واحدة مع جميع الضمائر ما عدا النو والفو. يبقى في فيرب سابلي ضعفنا ال، خلينا ال 2 ال مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. تصريفه بقى ايه؟ جو مابيل انا اسمي، tu t'appelles انت اسمك، il s'appelle هو اسمه، elle s'appelle هي اسمها، nous nous appelons نحن اسمنا، vous vous appelez انتم اسمكم، il s'appelle هم اسمهم، elle s'appelle هن اسمهم. دول اول فيربين. نيجي للفعل الثالث وده فعل ايه؟ فعل افوار. فيرب افوار بمعنى ايه؟ بمعنى يملك او لديه او عنده، وده الفعل اللي هستخدمه علشان اتكلم بيه عن عمري. عايزه اقول انا عندي 12 سنه، بستخدم فيرب ايه؟ افوار. فعل افوار فعل مجموعه ثالثه. افعال المجموعه الثالثه عندي افعال شواذ في التصريف. يعني ايه شواذ؟ يعني كل فعل ليه تصريف خاص بيه، لازم تحفظ تصريفه زي ما هو، مش زي افعال المجموعه الاولى تصريف واحد كله بيتصرف زي بعضه. لا، افعال المجموعه الثالثه شواذ، كل فعل ليه تصريف خاص بيه. طب وافوار ده بيتصرف ازاي؟ هتحفظ التصريف زي ما هو، تبقى جي ابوستروف، جي، تو يا، إلا وإلا، nous avons، vous avez، ils ont وelles ont. يبقى جي، تو يا، إلا وإلا، nous avons، vous avez، ils ont وelles ont. هستخدم فيرب افوار ده في ايه يا مس؟ هستخدمه في الحديث عن الملكية، الحاجات اللي عندي، وهستخدمه في الحديث عن العمر. رابع فيرب وده فيرب اتر. اتر يعني يكون، ده اللي هو فعل تو بي عندنا في الفرنساوي. مجموعة كام؟ برضو مجموعة تالتة، شاذ في تصريفه، لازم تحفظ تصريفه زي ما هو. تصريفه كالآتي: je suis، tu es، il est وelle est، nous sommes، vous êtes، ils sont وelles sont. je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont وelles sont. طب فيرب فار لا، ما تحفظليش تصريف فار، تحفظ لي افوار واتر كويس جدا. طب فعل اتر ده يا مس بستخدمه في ايه؟ تستخدمه في حاجات كتير. تستخدمه عشان تتكلم عن مهنتك، تقول انا اكون طالب في المرحلة الإعدادية، أقول أنا أكون مدرس. تستخدمه في الحديث عن الجنسية، أنا أكون مصري، أنا أكون فرنسي. وكاتب لك تحت لاحظ أن يستخدم فعل فار للسؤال عن الجنسية، ويستخدم فعل آتر للتعبير عن المهنة والجنسية عشان أتكلم بيه عن مهنتي وجنسيتي. أما فيرب أفوار فبستخدمه في الحديث عن العمر عشان أتكلم عن عمري. ونيجي للجزئية اللي بعد كده وهي أدوات النكرة. يعني أدوات النكرة دي أدوات بتتحط لي قبل الاسم عشان تعرفني إن الاسم ده نكرة ومبهم وغير محدد وغير معرف، إن الاسم ده أنا مش عارف عنه تفاصيل. طب هما كام أداة؟ 3: un، une، des. un، une، des. أول حاجة الآن اللي هي يو ان، تيجي إمتى؟ تأتي قبل الاسم المفرد المذكر، زي a garçon ولد، a collège مدرسة إعدادي. عندي الإين دي بتجيلي قبل اسم مفرد مؤنث، زي une fille بنت، une règle مسطرة. تالت أداة الدي، مش بنقول داس، لا بنقول دي، الاسم مش منطوق، بتجيلي قبل الاسم الجمع سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث، زي دي جارسون
ودي جاتو، جرسو يعني ولاد، وجاتو اللي هي جاتوهات. كاتب لي لاحظ إن الكلمة الجمع ممكن تنتهي بالأس أو الإكس. ونيجي لخامس جزئية عندي وهي التأنيث، لو فيمينا. أول حالة عندي في التأنيث بنقول تؤنث المهنة أو الجنسية بإضافة حرف الأو لنهايته اللي هو حرف الإي، بنضيف لها في النهاية حرف الإي، زي فرنسي، فرنسي، عايزة أخليها فرنسية، أقول إيه؟ أحط لها حرف الأو هتبقى فرونساز، فرنسي فرنسي، فرونساز فرنسية. طب دكتور، دكتور، عايزة أخليها دكتور، هحط لها حرف الأو هتبقى دكتور. النطق ما اتغيرش يا مس، النطق ما اتغيرش لكن احنا حطينا برضو حرف الأو. الحالة التانية من التأنيث إن الجنسيات أو المهن اللي بتنتهي بالمقطع إي أو إن بنضيف لها إيه؟ إن أو، يعني اللي بينتهي بالآي إي إن بحط له إن أو، زي إيجيبسيا مصري بتبقى إيجيبسيان مصرية. ميكانيسيا ميكانيكي بتبقى ميكانيسيان ميكانيكية. بيقول لي لاحظ أن، ألاحظ إيه بقى؟ بعد كلمة ناسيوناليتي اللي هي بعد كلمة جنسية نستخدم الجنسية دائما مفرد مؤنث. طب ليه؟ عشان كلمة جنسية مفرد مؤنث، فأي صفة بعديها لازم تيجي مفرد مؤنث. اديني مثال، إلى لا ناسيوناليتي إيجيبسيان، هو لديه الجنسية المصرية. هتقولي يا مس ده هنا عندي هنا ضمير إيه للمفرد مذكر، مفروض أجيب بعده جنسية مفرد مذكر. أنا بقول هو عنده بقى الجنسية، أنا بتكلم على كلمة الجنسية، بوصف كلمة الجنسية مش بوصفه هو. طب المثال التاني، إلى لا ناسيوناليتي فرونسيز، هو لديه الجنسية الفرنسية، أنا هنا برضو بوصف كلمة جنسية، فهنا خدت صفة فرونسيز المؤنثة. ونيجي للجزئية اللي بعد كده، ودي تعتبر من أهم الجزئيات اللي عندي في المنهج، وهي إزاي تقدم نفسك باللغة الفرنسية. طب ده هيجيلي إزاي يا مس في الامتحان؟ هيجيلك بطاقة وتبقى مطلوب منك تكملها انت. طب هقدم نفسي يا مس من حيث إيه؟ من حيث الاسم، من حيث العمر، من حيث العنوان، من حيث المهنة، من حيث الجنسية. تعالى اما نشوف هنا كاتب لي إيه. أول حاجة برينو والنو، الاسم الأول الشخص والنو اللي هي اسمك أو لقبك. بنستخدم فيرب إيه للحديث عن الاسم؟ فيرب سابلي. أنا يعني جو، هصرف فيرب سابلي مع الجو هتبقى جو مابيل، جو مابيل أحمد سيد، اسمي أحمد السيد. أو جو مابيل فاطمة سامي، اسمي فاطمة سامي. تاني حاجة النو دو كولاج، اسم المدرسة الإعدادي. هنا بيقول لي جو سوي أو كولاج سون فينسون، أنا في مدرسة سون فينسون. أنت هتكتب كده في الامتحان؟ طبعا لأ، أنت هتقول له أنت في مدرسة إيه؟ السلام. من حيث الآج، إيه الفيرب اللي بستخدمه عشان أتكلم عن عمري؟ فيرب إيه؟ فيرب أفوار اللي لسه واخدينه. هصرف أفوار مع إيه؟ مع الجو. أفوار مع الجو جي. كلكم في أولى إعدادي عندكم 12 سنة، فبقول جي دوزون، عندي 12 سنة. طب من حيث الناسيوناليتي، لو أنا ولد أقول جو سويزي جيبسيا، أنا مصري. طب لو أنا بنت أقول جو سويزي جيبسيان، أنا مصرية. أنا عندي إيه الفيرب اللي بستخدمه عشان أتكلم عن الجنسية؟ قلنا فيرب آتر، صرفته هنا مع إيه؟ مع الجو. طب من حيث البروفيسيو المهنة، برضو إيه الفيرب اللي بستخدمه وأنا بتكلم عن المهنة؟ فيرب آتر، فأقول جو سوي كوليجيا، أنا طالب في المرحلة الإعدادية. دي لو أنا ولد. جو سوي كوليجيان، أنا طالبة في المرحلة الإعدادية. دي لو أنا بنت. آخر النقطة وهي الأدرس، العنوان، هتقول إيه بقى؟ والجابيت، أنا أسكن، بتسكن فين؟ كاندري دو ستاد، بسكن في 15 شارع الاستاد. فين بقى؟ في اسماعيلية. اكتب في طنطا أسهل في الكتاب، أو بدل ما تكتب ده كله هنقول مثلا تروا 3 ري 3 شارع دولاجار المحطة طنطا في مدينة طنطا، ده أسهل شوية. ونيجي بقى لحروف الجر مع الدول والمدن. أول حاجة المدن، كل المدن تأخذ حرف الجر كل المدن تأخذ حرف الجر ما عدا 3 مدن. ايه هما؟ القاهرة والفيوم وسيناء، بياخدوا ايه؟ بياخدوا او. نقول تاني، كل المدن تأخذ حرف الجر ايه؟ ما عدا القاهرة والفيوم وسيناء، بياخدوا ايه؟ بياخدوا او. اديني امثلة، جابيت
الأقصر، أنا بسكن في مدينة الأقصر. أو إلي باري، هو في مدينة باريس. طب تعالى ما نشوف بقى أمثلة على الثلاث المدن اللي ما بياخدوش حرف الجر جابيت أوكير، أنا بسكن في القاهرة. والمثال التاني إلي أو فيوم، هي تكون في الفيوم. يبقى أنا عندي المدن كلها هتاخد لي حرف الجر ما عدا القاهرة والفيوم وسيناء. نيجي لتاني حرف الجر. حرف الجر ايه؟ حرف الجر اللي انتوا بتقولوا عليه بيجي بعده ايه؟ بيجي بعده الشهور والسنوات، لسه قايلينها من شوية، زي جو سوي ني اون افريل، انا اتولدت في شهر افريل. 2 إليني اون 2013، هي اتولدت في 2013. السنوات والشهور بياخدوا حرف الجر احنا فوق قلنا ان المدن كلها هتاخد لي حرف الجر ما عدا القاهرة والفيوم وسينا هياخدوا طب والدول؟ بنقول الدول المؤنثة تسبق بحرف الجر الدول المؤنثة. طب انا يا مس هعرف ان الدولة دي مؤنثة ازاي ودي مذكرة ازاي؟ الدول المؤنثة بتنتهي بحرف اللي هو حرف الاي. اديني مثال. فرانس، في فرنسا، فرنسا هنا بتنتهي بحرف ايه؟ حرف الاي، تبقى مؤنث. ايجيبت، في مصر، مصر بتنتهي بحرف ايه؟ حرف الاي، تبقى برضو مؤنث. ونيجي للجزئية اللي بعد كده وهي الاستفهام. جايب لي مجموعة من كلمات الاستفهام وكاتب لي جنب كل كلمة من كلمات الاستفهام استخدامها، بستخدمها امتى ومعناها بالعربي. هنا يعتبر مش مشروح شرح تفصيلي، زائد مفيش أمثلة، فهشرحها لك بنفسي زي ما كنا بنشرحها أول الترم. وأول كلمة استفهام عندي وهي كومو. كومو بمعنى ايه يا مس؟ ليها معنيين، بمعنى ما أو كيف. في المنهج بتاعي بستخدمها في حاجتين. أول نقطة بستخدمها في السؤال عن الاسم، تاني نقطة في السؤال عن الحال. يبقى أنا كومو بستخدمها في حاجتين، الأولى السؤال عن الاسم، والتانية السؤال عن الحال. بسأل بيها عن الاسم ازاي؟ أقولك كومون تي تابيل، كومون تي تابيل، ما اسمك؟ هترد تقول ايه؟ جو مابيل سارة، أنا اسمي سارة. تاني استخدام في السؤال عن الحال، أقولك كومو سافا، كيف حالك؟ هتقولي سافا بيا، أنا كويس. وتاني كلمة استفهام معايا وهي أو يعني أين، بستخدمها للسؤال عن مكان مسبوق بحرف جر. طب في المنهج عندي استخدمها في ايه؟ استخدمها في السؤال عن السكن، فأقولك أو تيابيت، أو تيابيت، أين تسكن؟ هترد عليا تقولي ايه؟ جابيت، أنا أسكن طنطا، في مدينة طنطا. جابيت أوكير، أنا بسكن في مدينة القاهرة. وتالت كلمة استفهام عندي كال وكال، الاتنين في الكتابة مختلفين لكن نفس النطق. بمعنى ايه؟ بمعنى ما أو أي. كل الأولى بيجي بعديها اسم مفرد مذكر، لكن كل التانية بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث. اديني أمثلة يا مس. كل الأولى أقولك كيليتوناج، ما عمرك؟ كيليتونو، ما اسمك؟ أما كل المؤنثة كيلي تا بروفيسيون، ما مهنتك؟ كيلي تا ناسيوناليتي، ما جنسيتك؟ كيلي تون ادريس، ما عنوانك؟ ورابع كلمة استفهام كو بمعنى متى، بتستخدمها في ايه؟ بستخدمها للسؤال عن ميعاد غير محدد بساعة زمنية. طب في المنهج بتاعي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في حاجتين، اقولك متى ولدت او متى عيد ميلادك، امتى عيد ميلادك او متى ولدت. اقول متى ولدت ازاي؟ كون تييني، كون تييني. طب لو عايزه ارد يا مس هتقول ايه؟ اقول جو سوي ني، انا اتولدت مثلا لو 4 مارس، يوم 4 مارس. طب لو قال لي كو ايه تون انيفرسير، امتى عيد ميلادك؟ هقول له ايه؟ مون انيفرسير، عيد ميلادي ايه يكون لو 4 مارس، يوم 4 مارس. وخامس كلمة استفهام معايا وهي كومبياندو. كومبياندو أو دي أبوستروف ولازم يجي بعديها اسم جمع. كومبياندو بمعنى ايه؟ بمعنى كم عدد، كم عدد، لازم يجي بعديها اسم جمع. زي ايه يا مس؟ كومبياندو بيرسون بارل، كم عدد الأشخاص الذين يتكلمون. أو كومبياندو ليفر تيا دون تون ساك، كم عدد الكتب الموجودة في شنطتك. وآخر كلمة استفهام عندي وهي كي بمعنى ايه؟ من، بستخدمها للسؤال عن فاعل أو مفعول عاقل، لازم يبقى عاقل. عندي كم ملحوظة في كي.
اول حاجه ان حرف الاي اللي في نهايه كي مش بيتغير مهما جه بعده حروف متحركه. ايا كان ايه الحرف المتحرك اللي جاي بعده، حرف الاي هنا ثابت مش بيتغير. ركز معايا، حرف الاي في كي ثابت مش بيتغير زي ما هي ثابته. تاني حاجه ان كي بيجي بعديها فعل مصرف مع الاي للمفرد المذكر. كي لازم يجي بعديها فعل مصرف مع اي للمفرد المذكر. اديني مثال يا مس. اقولك كي ايه ابسون، من غائب، مين اللي غايب. لو انت عايز تجاوب ممكن تقولي احمد ايه ابسون، احمد غايب. ممكن تقولي احمد ايه منى سون ابسون، احمد ومنى غايبين. انا عندي هنا الاجابه جمع يا مس، ليه ما صرفتش الفعل فوق مع الجمع؟ انا قلت لك كي لازم يجي بعديها فعل مصرف مع ايه للمفرد المذكر. تالت ملحوظة في كي إن ممكن تسبق بحرف جر، يعني ينفع يجي قبلها حرف جر. زي إيه؟ avec qui. avec qui يعني مع من. chez qui عند من. pour qui لمن أو من أجل من، اللي احنا بنترجمها باللغة العامية عشان مين. وآخر حاجة عايزة أفكرك بيها، متنساش إن انت عندك حفظ الأرقام من 0 ل30. تعالى ما نقرأهم مع بعض. أول حاجة 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30. حاول تكررهم كذا مرة عشان تحفظهم. وبكده اقدر اقولك ان انتهى فيديو الشرح معانا النهاردة. احنا مقسمين الفيديو لكام جزء؟ جزئين، جزء شرح وجزء هيبقى حل تمارين، وفي جزء تالت كمان حلالك فيه 5 نماذج كتاب برافو منزلهم بنفس مواصفات امتحان نصف الترم. اقولك تاني الكلام اللي انا قلته، احنا كده هيبقى عندنا 3 فيديوهات للمراجعة. الفيديو الاول ده فيديو الشرح اللي هو احنا فيه دلوقتي. الفيديو التاني ده هيبقى فيديو حل التمارين. في فيديو كمان تالت ده فيه 5 نماذج نزلها كتاب برافو مطابقة لنفس مواصفات امتحان نصف الترم، وده نزل بالفعل. هسيبهولك تحت في الكومنتات عشان لو ما كنتش اتفرجت عليه. طب يا مس فيديو حل التمارين هينزل لي امتى؟ هينزل لك بكرة ان شاء الله. وبكده نقدر نقول ان انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. اي سؤال او استفسار ما تنساش تكتبه تحت في الكومنتات او تبعتهولي على جروب التليجرام. اشوفكم في فيديو حل التمارين ان شاء الله. اوريفوار.